بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن ازاي تكتب سيناريو. الفيديو ده لكل واحد عنده موهبة الكتابة او شغوف بصناعة السينما بشكل عام. لو انت بتدور على ازاي تنمي موهبتك، مش عارف، مش لاقي حاجة على النت كويسة، كل الكتب او المراجع اللي انت بتحاول تدور فيها بتبقى ملعبكة عليك شوية او بتبقى معقدة، فانت مش عارف تاخد خطوة ايجابية لقدام، انا بنصح عموما، او ده رأيي الشخصي، ان اي حد عايز يحترف كتابة السيناريو لازم يدرس. لان الموضوع مش بس كتابة سيناريو، يعني مش عشان تبقى سيناريست لازم تعرف قواعد السيناريو او تبقى عندك موهبة الكتابة. كاتب السيناريو عموما محتاج يعرف عن بقية الاقسام اللي بتنفذ السيناريو اللي بيكتبه، ازاي السيناريو بتاعه بيتنفذ، ازاي بيتكتب. لازم يبقى فاهم في الانتاج، في التصوير، في الاخراج، في الديكور، في المونتاج، في الصوت. لازم يبقى فاهم في كل انواع الاقسام اللي بتخدم وبتنفذ الفكر اللي هو بيكتبه على الورق. الموضوع مش بس انك تكتب وانك تتخيل، لا، الموضوع صناعة بشكل ما. انت فاهم ان الفن ملوش قواعد. انا شخصيا كنت فاهم، يعني كنت بقول كده قبل ما ادرس او قبل ما افهم بشكل كبير. وبردد كلام ناس كتير جدا بتقوله الفن ملوش قواعد، ما تحبس نفسك في افكار، ما تربطش نفسك او ما تلزمش نفسك بشكل معين. لا، هو الفن ملوش قواعد، ده طبيعي، بس في حاجة اسمها اطار عام. يعني كلنا بنشتغل تحت اطار عام، اللي قبلنا جربوه، غلطوا في حاجات، واحنا من بعدهم اتعلمنا، عرفنا ليه ده صح وليه ده غلط. مش موضوع ان انت بتكتب بشكل معين فده الصح وده الغلط، لا، هي السيناريو عموما او الفن عموما مش انك ازاي تكتب وازاي تخرج وازاي تصور. الفكرة كلها انت ليه بتعمل ده. القاعدة نفسها بتنفذ فكرك او بتنفذ الفكر اللي انت عايز تقوله. نصيحة عامة، حاول تاخد اكبر قدر من الخبرة في مجالات تانية غير كتابة السيناريو او الاخراج او التصوير او المونتاج، اي مجال انت بتحبه يعني. ليه؟ لان الفنان عموما بيكون شخصيته او افكاره بتتكون من تجربته الحياتية، التجربة اللي هو بيخوضها في الواقع في الشارع، هي دي اللي بتكونك، هي دي اللي بتكريت افكارك بشكل كبير جدا وبشكل انت نفسك هتتفاجئ بيه. كل خبرة او كل موقف انت تعرضت ليه في الشارع او مع حد هتلاقي نفسك غصب عنك بتذكره او بتكتبه في مشهد او في فيلم او في شخصية. لما نيجي نتكلم عن تعريف السيناريو، انا بختار دايما التعريف الابسط او الاسهل، اللي هو ايه؟ السيناريو قصة تروى بالصور عن شخص ما او عدة اشخاص في مكان ما او عدة اماكن في زمان ما او عدة ازمان. يعني ايه قصة تروى بالصور؟ انت بتوصف الحدوتة بتاعتك عن طريق صور، مش شكل او مش بالوصف الروائي المعتاد. لو انت بتكتب قصة يعني او بتقرا رواية هتبقى فاهم اكيد يعني ايه الوصف الروائي. انا هنا في السيناريو دايما بركز اني اوصف صورة، مش اوصف التفاصيل الداخلية. يعني انا ما بوصفش اللي بيدور جوه الممثل، انا بوصف اللي الممثل هينفذه، اللي اقدر اشوفه على تعبير وشه، التعبيرات اللي الممثل يقدر يقدمها لي. بوصف التعبيرات بأدق التفاصيل لان ده بيفيد جدا. في ناس ما بتركزش قوي على فكرة التعبير وبتركز جدا على الحوار، لان في مخرجين بيفضلوا ان هم يهدوا الجانب الايمن في السيناريو اللي هو وصف الصوره، يعني هو يبنيه بمزاجه. وفي ناس تانية لا، انا شخصيا بفضل ان انا قادر اوصف رياكشن الممثل، اوصفه هو بعد كده بقى قادر يجود عليه او قادر يعمل حاجه اكتر من اللي انا عاملها. تمام، دي شغلته يعني. تاني حاجه، خلينا نتكلم عن تعريف مهم جدا، وتقريبا ده يعني اللي مبني عليه الموضوع كله: الدراما. يعني ايه دراما؟ انا شخصيا زمان لما كان حد بيجي يسالني يعني ايه دراما، كنت بقعد اقول الدراما هي الصراع بس. يعني ايه الدراما مش صراع؟ لا، الدراما صراع. طيب يعني ايه دراما؟ الدراما هي فعل يتخلله صراع ينشأ بين قوتين يسعى كل منهما لكسر إرادة الآخر. ده عموما المبدأ اللي بيخلق التوتر. دايما فيه بطل وفيلن، الطيب والشرير بالشكل التقليدي. ازاي البطل هينتصر على الشرير القوي اللي اجمد منه؟ مثلا فيلم زي واحد من الناس. رجل الأعمال القوي بيحاول يجبر فرد الأمن الغلبان إنه ما يشهدش بالحقيقة عشان يخرج ابنه من جريمة القتل اللي ارتكبها.
ايا كان بيجبره ازاي، بالرشوه او بالقوه، في النهايه ده شكل من اشكال الصراع، او بيطبق النظريه اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه، فكره قوتين يسعى كل منهما لكسر اراده الاخر. ده تشبيه بسيط لفكره الدراما او الصراع بين القوتين اللي احنا اتكلمنا عليهم. ده التعريف التقليدي او التعريف البسيط للدراما. الموضوع ممكن يبقى اعقد من كده شويه، ممكن نتكلم فيه بالتفصيل بعدين، وممكن نتكلم عن جوهر الدراما، بس ده سكه تانية خالص، او يعني محتاجه كلام كبير. احنا عايزين بس نحط اساسيات، وان شاء الله كده قدام ممكن نتكلم بالتفصيل عن اي حاجه من الحاجات دي. طيب نيجي بقى للجزء اللي معظم الناس اللي داخله تتفرج على الفيديو مستنيينه: ازاي هنكتب السيناريو. مش عايز احبطك، الموضوع مش انك تقعد تكتب مشهد نهار او ليل، داخلي او خارجي، واللوكيشن، وتكتب الوصف والدايلوج وتقوم عامل كات وشكرا على كده. لا، الموضوع مش الشكل او رسمة السيناريو. الرسمة دي ابسط واسهل حاجة اي حد هيتعلمها ممكن في نص ساعة بالكتير يعني. خلينا نتكلم بس ازاي السيناريو هيتكتب، يعني ازاي هنروح او هنوصل لمرحلة ان في سيناريو هيتكتب. 5 مراحل اخرهم كتابة السيناريو. اول مرحله واهم مرحله هي الفكره. انت بتبني السيناريو ده على ايه؟ فكرتك ايه؟ هتقدم ايه؟ ده مهم جدا، لازم الواحد يبقى مركز فيه، ولازم يبقى عارف هو عايز يوصل لايه من خلال فيلم. حتى لو فيلم تافه لازم انت تبقى محدد هدف، انت رايح فين. محدش ابدا بينزل من البيت مش عارف هو رايح في انهي حته هيروحها، هتوه. لازم تبقى محدد انت رايح فين عشان تعرف توصل له. دي اول حاجه، الفكره. تاني حاجه الملخص السينمائي. تالت حاجه المعالجه. رابع حاجه التخطيط، تخطيط المشاهد او التتابع. خامس حاجه هي السيناريو، الشكل بقى اللي اكيد معظمكم شافه، وهو عموما يعني بالمنظر ده او الشكل ده، سواء الشكل الفرنساوي او الامريكاني. في ناس كتير جدا بتستسهل المراحل دي. المراحل دي اساسيه. اخر حاجه تفكر فيها انك تكتب سيناريو. السيناريو اسهل مرحله هتوصل لها لو انت نفذت ال4 مراحل دول. المعالجه عظم شغلك، والتخطيط هو الهيكل العظمي كله للفيلم. لو انت عملت التتابع بتاعك بشكل مظبوط انت شايف فيلمك، انت يا دوبك بس بتنقله في شكل مشاهد. اتمنى الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا بقدر كبير من المعلومات. استنوني الفيديو الجاي ان شاء الله. كان معاكم نادر سيف الدين، سلام.